إحنا عندنا عبارة بأنه الولد أو الرجل ما يبكي، عيب يبكي، ليش تبكي، ما يصير تبكي. لا، كل إنسان هو الرجال هو إنسان عنده مشاعر وعنده كبد، من الضروري أحترم مشاعره وأسمعه. الأشخاص السيئين اللي بحياتنا، يعني هواية أكو ناس سيئة بحياتنا، لازم نعاملهم كضحايا ظروف لو كأشخاص سيئين. أهلا وسهلا بك أستاذ إبراهيم، يا مساء الخير والمحبة. سؤال الأغلب يعني من الناس، شلون أعرف نفسي إذا أنا كنت بعلاقة تامة ولا لا، سواء كانت صداقة أو حب أو زوجية أو كل شيء يعني. العلاقات السامة بالنسبة للرجل والمرأة مثل ما ذكرت، الصداقة تكون أو الزمالة أو بين الحب شريك وشريك الحياة. تنعرف العلاقات السامة هنا يكون الشخص السام سواء رجل أو امرأة عندهم حب الأنا، يعني يحب النفس ما يحب الطرف الآخر، يحب الخير، يحب يتظاهر بأنه هو ما يحب يتنازل. أول شيء هو حب الأنا، ما يحب يتنازل، يتظاهر بأنه هو المثالي الأعلى والشخص الآخر لا، ما له أي قيمة. قوانين الشخص السام أو اللي هو شايف نفسه الشخص السام صراحة هو يعني بها درجات، ولكن احنا ناخذها نشوف إذا أنا شفت علاقتي سامة أكون ما مرتاحة، يعني سواء كان رجل أو امرأة يسأل نفسه أنا ما مرتاح، أشوف نفسي أنا ما مرتاحة، عندي قلق من هذه العلاقة، سواء مثل ما ذكرنا للصداقة والحب والشريك الحياة. أشوف أني نفسي هنا بهذه العلاقة ما مرتاح، أشوف أني ما عندي اهتمام عنده، ما مهتم إلي، ما مهتم، ما يعطيني مثلا إذا كان بالحب أو شريك الحياة ما يعطيني هذا الكلام المودة، والصداقة ما يعطيني الاهتمام للصداقة. فهنا أنا أشوف أنا ما عدم اهتمام، عدم المودة، عدم الاحترام، أشوف ما عندي أمان بهذه المساحة. هنا أعرف أني هذه العلاقة سامة. فكل ما ركزت أني على نفسي ما مرتاحة بهذه العلاقة، أرجع لنفسي وأسألها شنو اللي خلاني أمان، يعني ما عندي راحة وأمان بهذه العلاقة، شنو اللي أنا رايته، شنو هو سالب من عندي هذه العلاقة. فالمهم أني، مو المهم هو، دعني عن الشخص اللي هو سواء كانت امرأة أو رجل، أنا أعرف علاقتي بأنه ما مرتاحة بهذه العلاقة. الأشخاص السيئين اللي بحياتنا، يعني هواية أكو ناس سيئة بحياتنا، لازم نعاملهم كضحايا ظروف لو كأشخاص سيئين. هنا تعتمد على الدائرة الأولى اللي على طول إحنا نحكي بيهم نتكلم. الدائرة الأولى هي الأب والأم والأخ والأخت أو الزوج شريك الحياة والابن. دول مستحيل، يعني الابن أو البنت يستحيل أعاملهم مثل ما أعامل الناس الغريبين. لا، الناس الغريبين لا، أخلي حدود، ما ممكن أنا أخلي علاقتي بهذا يخترقون حدودي. نجي العلاقة والدائرة الأولى اللي هي دائرة الأشخاص العزيزين علي، ما ممكن أني صح أخلي حدود، بس مو مثل ما أخلي حدود بقية الأطراف. بقية الأطراف تختلف، تكون علاقتي خالتها حدود بس مو مثل علاقة الناس الغربة. نرجع لناحية الحب، شلون أتخلص من آثار العلاقة السامة؟ شلون أتخلص من العلاقة السامة القديمة؟ من المهم أنطي فرصة لنفسي أنه أقدر أعالج نفسي بهذه العلاقة. ربما كانت سامة، ربما كانت خطأ، اختيار خطأ، ربما ظروف ما سمحت لي أنه أكمل بهذه العلاقة. طبعا عندنا عدة مجالات بهذا الموضوع، بس ولكن شلون أقدر أتخلص بعلاقة السامة؟ هنا من المهم يكونون فد ناس قريبين علي، سواء الولد أو البنية، صديق أو صديقة، لأنه يقدرون أخلص الوقت الفارغ. لأنه هو هنا من يكون بعلاقة السامة من خارج من عندها يكون عنده وقت ضياع وملل. فمن المهم أملي هذا الوقت مالتي، ما أخلي أضل باللوم والعتب والأغاني الحزينة السلبية اللي بعض الأحيان توديني أو نشوف أكو يا أستاذ إبراهيم لما تكون عنده علاقة سامة أو خطأ، بعض الأشخاص سواء كان ولد أو بنية يروحون ينجرفون إلى تصرف أو سلوك خطأ. فمن المهم هنا أني كطرف أو ولد أو بنية صارت عندي علاقة سامة
أملي وقتي وأعرف أنا صديق المقرب إلي أو من الأهل أكون صريح وياهم صادق، أنا محتاج بأنه يساعدوني بهذه العلاقة. إذا ما كان لك مساعد، لأنه كل إنسان يحتاج طبطبة، يحتاج كلام حلو من الناس فعلا صادقة وتحبه. فإذا كان أكو بعضهم يقدرون بوحدهم يخرجون من هذه العلاقة، وأكو بعضهم، هاي طبعا كل إنسان يختلف عن الشخص الثاني، بعضهم يقدروا يتخلصون من هذه العلاقة وبعضهم لا. أكو ناس قريبة عليهم مثلا صديق أو صديقة، أو مثلا أخو، أكو أب قريب على ابنه. من المهم تكون عندنا أشخاص يساعدونا، ومهم أملي فراغي بأي عمل أنا أحبه. نرجع للسالفة إنه يعني هي بنفس الموضوع، شلون أتخلص من القصد من السؤال الثاني، شلون أتخلص من آثار العلاقة السابقة حتى أقدر أدخل علاقة جديدة ما موجودة بي آثار من السابق. طيب حلو سؤالك هنا. بلي أنا من قدرت أتخلص من العلاقة السامة أو العلاقة السلبية أو العلاقة الخطأ، هنا يلا أقدر أدخل بعلاقة ثانية. أستاذ إبراهيم، نشوف أكو بعض الأولاد أو البنات وما بعدهم يعني أيام أو شهر صارت عندهم علاقة خطأ أو علاقة سامة أو علاقة سلبية، أو صارت ظروف وما صارت هذه العلاقة، ما كملت، يروحون ويختارون أو رأسا يخطبون أو رأسا يسوون علاقة. هنا جدا مهم وضروري نوقف على هذه النقطة. أنت من راح تختار أو طبقت بهذه العلاقة، صدقني راح تشوف العلاقة تكون ربما سامة، ربما خطأ، ربما يعني ما راح تكون صحيحة. ليش؟ لأن أنا كمشت السلبيات، ما تخلصت أنا من السلبيات، ما تخلصت من الحزن المكبوت عندي. راح تكون نفس الآثار ونفس الصعوبة، لكن الشخص هنا تغير. يعني اختاريت شخص بس هو نفس الظروف راح ترجع لك، لأنه هنا أنت ما منظف. من الضرورة ننظف عواطفنا، ننظف مشاعرنا، ننظف أفكارنا، يلا ندخل هذه العلاقة. من الضروري. يعني هاي نصيحة من محب إلى كل واحد يسمعني، من ولد أو بنية. إذا كانت عندك علاقة خطأ، سواء سامة سواء كانت غير، يعني نقول من الأهل بعض الأحيان يتدخلون بها، فمن الضروري أنه تنظف هذه العلاقة. يلا هنا تختار، إذا اختاريت راح تكون جدا صعبة عليك. الأشخاص خلينا نقول الأشخاص القريبين من عندنا إذا كانوا يمرون بفترة سلبية، يعني مثلا استوهم طالعين من العلاقة ومتأذين لدرجة كلش كبيرة، طيب هنا أنت تحتار شلون تتعامل وياهم. الأغلبية يقول لك أنا ما أعرف شلون أتعامل وياهم. يعني مثلا لا أقول له، يعني أقوى شيء ممكن يصير أقول له أصبر وهي هذا حال الدنيا، وهاي كلماتنا دارجة. زين، شنو الطريقة الصحيحة اللي أتعامل بها ويا هذول الأشخاص؟ الشخص اللي قصدك حتى أنا أفهم السؤال صح، الشخص مثلا يمر بظروف أو مشكلة معينة، لأن مشاكل الحياة. ليه مثلا طيب. هسه أنا جيت تعبان من علاقة، استوني طالع من علاقة ومتأذي، شنو الطريقة المناسبة حتى تتعاملين وياي بيها، حتى يعني طلعيني من هذا الجو أو توقفوني وياي بالشكل الصحيح بدون ضغط؟ هنا أنا أفضل أكون أرشدك بأن أول مرة أسمعك. الضروري أسمعك. إذا كنت أنا قريب عليك، صديق أو صديقة، هنا أسمع مشاعرك. حتى لو كان هنا الإنسان من يبكي، مثلا إحنا عندنا عبارة بأنه الولد أو الرجل ما يبكي، عيب يبكي، وليش تبكي، ما يصير تبكي. لا، كل إنسان، هو الرجال هو إنسان عنده مشاعر وعنده كبد. من الضروري أحترم مشاعره وأسمعه. هذا أنا كنت صديق أو صديقة، فمن الضرورة أسمعه. يعني يكون عندي حالة صمت حقيقي، لأنه مو أضل أريد أني طبطب عليه، لا، ما يصير أنت تبكي وشلون تبكي، لا. من الضرورة أسمع هذا الشخص، لأن هذا عنده ألم، متألم، خليني أحترم مشاعره. إذا أنا مثلا أرجع أقول كل شخص يختلف عن الثاني، أكو ناس تكون متعلقة بشخص الثاني بدرجة كلش عالية. إن هذا ما قدرت أني أساعد هذا الشخص، من الضروري أساعد. أقول له أكو جلسات الكوتشنج، أكو مستشارين، بفضل بأنه تاخذ جلسة تفرغ. عملية تفريغ جدا ضروري. إذا أنا ما قدرت، صديقة أو صديق، ما قدرت أساعد هذا الشخص، من الضروري بأنه أكو جلسات التفريغ، أكو جلسات الكوتشنج اللي هي فعلا تسمعك وتكون عندك مساحة صمت
ومساحة استكشاف لهذا الشخص، ومساحة آمنة. هي ضروري تكون. أقول لهذا الشخص لأنه أستاذ إبراهيم نوع على جدا نقطة مهمة. صرنا ما نقدر نسولف لأي شخص لأنه ماكو أمان. أنا زين إذا حكيت هذا الشخص يسمعني ما يتكلم علي. خلينا ندخل بنقطة جدا ضرورية. أحد الأشخاص يعني مو برا مرتين قالت لي أستاذة يعني صحيح أنتم راح تكون عندك مساحة آمنة ما تقولين الفلانة والفلان عني أني. صراحة اجتني حالة إدراك بأنه شقد محتاجين ناس نسمعهم، شقد محتاجة أني أشخاص يسولفون مساحة أمان. فجدا ضروري تكون عندنا ويا أي شخص صديق أو صديقة مساحة أمان وأسمعهم. إذا أنا ما كنت كفؤة بهذا المجال فهنا ضروري بأنه من واجبي أنصحه أنه ياخذ جلسة الكوتشنج وهو يستكشف نفسه ويعرف شلون يتصرف بحالة وعي. طيب البعض ما يعرف أو ما أدري يعني ما يعرفون شنو هاي الجلسات. اشرحيها لنا باختصار يعني لابد تصير واضحة للمشاهد الكريم. هنا الجلسات الكوتشنج اللي أنا أفضل بها هي استكشاف للمستفيد. إحنا اللي الطرف مثلا اللي هو عنده علاقة سامة يريد يستكشف نفسه، هنا ياخذ جلسة الكوتشنج. هي اتفاقية، أهم شيء بالاتفاقية هي مساحة أمان، هي شراكة بينك وبين الكوتشنج اللي هو راح ياخذك جلسة، راح يسمعك، راح ينطيك أسئلة بحالة وعي يخليك أنت تعرف شنو محتاج وشنو الأشياء اللي خلتك هنا توقف، شنو الأشياء اللي أنت محتاج توقف عليها. فهنا هو المستفيد، هي ما نقول لا هذا حرام ولا هذا حلال ولا هذا يصير ولا هذا ما يصير. لكل إنسان هو إلى عالم خاص به. ممكن أنت تنصحه كصديق، ممكن تضره ما تنفعه، ولكن هو من الضروري الإنسان اللي عنده مشكلة وياخذ جلسة الكوتشنج راح يفهم نفسه بنفسه، يعرف هو شنو يحتاج، يعرف هو شنو يختار، يعرف هو ليش صارت عنده هاي المشكلة، يعرف هو ليش اختار هذا الشخص وليش بالذات هذا. فجلسة الكوتشنج هي استكشاف للمستفيد، اللي هو احنا نسميه المستفيد هو اللي ياخذ الجلسة، اللي هو شخص اللي يعرف هدفه، اللي هو عنده علاقة سامة أو علاقة فاشلة أو ما يعرف يختار شريك الحياة، أو بعض الأحيان الطلاب اللي ياخذوها واقفين ليش قاعد مسرعتهم يعني استوعاب أو حالة الحفظ. هواية أمور بأهداف يعني لا تعد ولا تحصى، ولكن هي جلسة الكوتشنج هي مساحة أمان، مساحة المستفيد هو مساحته، جلسته راح يقدر يعرف يحدد هدفه، ومن بعد الهدف راح تكون عنده حالة وعي وإدراك حول نفسه، هو عارف نفسه. صراحة كل يعني قد ما أحكي وقد ما أتكلم عن جلسة الكوتشنج لا تعد ولا تحصى، ولكن من تجربها راح تحس بيها قد عندك مساحة أمان ويا جلسة الكوتشنج فعلا حقيقية وفعلا أشخاص محتاجيها، خصوصا الشباب. والمثل ما نوهت قبل هذا السؤال بأنه قد محتاجين ناس يسمعون أو يتكلمون بشفافية، عندهم قصص أنا ما أقدر أحكي إلا من أحكي، لأنه أصبح الأمان كلش قليل. فأقول الأمان بجلسات الكوتشنج، مساحة الأمان في جلسات الكوتشنج. طيب نرجع للعلاقات وبعدين نرجع لموضوع الجلسات. العلاقات ما هو الوقت المناسب بالتواصل بالعلاقة؟ يعني الوقت المناسب حتى أتواصل ويا شريك الحياة، سواء كان خطوبة أو كان حبيب أو كانت صداقة، يعني بشكل عام التواصل إيش قد لازم يكون بين الأشخاص؟ هنا تختلف عندنا أستاذ إبراهيم. التواصل بالنسبة للصداقة تختلف، لشريك الحياة تختلف، لبداية العلاقة يعني مثلا الحبيب والحبيبة تختلف. الصداقة لها حدود، لها أوقات معينة، ومن الضروري خصوصا المرأة نوح عليها 3 مرات وخط أحمر. المرأة تخلي حدود للصداقة الرجل، لأنها إذا ما خلت الحدود فراح يعتبر الرجل بأنه عادي، شو وقت ما أراسلها، شو وقت ما أحكي وياها. إحنا عندنا مثلا علاقات الصداقة مثلا بالدائرة، بالوظيفة، بالدراسة. نوح علاقة الصداقة بالنسبة للصداقة تختلف،
فمن الضروري أول ما أنوه للمرأة بأنه جدا ضروري تخلين اتفاق وحدود بين الزمالة، بين الصديق. نرجع لشريك الحياة أو الحبيب، خلينا نبدي بالحبيب. هنا الحبيب بالنسبة للرجل أو المرأة، وهم أنوه على المرأة جدا ضروري بأنه تخلين حدود لهذا الحبيب، بأنه أنا أريد كذا وكذا وكذا، أن يكون اتصالنا كذا وكذا. يعني مثلا عائلته ما يقبلون، أكو عوائل بتقبل بأنه حتى لو انخطبوا بعد. هنا شريك الحياة أو الحبيب من الضروري يقول للحبيبته بأنه أنا عندي هذا الوقت نتصل به، أو هذا الوقت نتواصل به، مثلا بالصباح صباح الخير، ويتكلمون في كم اتصال أو ما مانع، بس الواجب أكو اتفاق بيناتهم. يعني أول ما يكون عندهم علاقة، أنا أريد كذا وكذا وأنت تريد كذا وكذا، متفقين. راح نرجع على اليمن على شريك الحياة. شريك الحياة هنا تختلف عدة اتصال مفتوح احنا هنا عندنا، بس من المهم بأنه تكون، أنا أشوف هنا أن النساء تكون إلحاح بالاتصالات، البعض وكل بعض هم الرجال إلحاح. مال النساء إلحاح بالاتصالات مش حبيت تديلي عليها يا أخي. هنا جدا ضروري أكو بعض النساء يكون عندهن إلحاح على الاتصال بالرجل. يعني حلو. مثلا هي تعرف مثلا بالدوام، مثلا بالعمل، أي مكان. يعني إحنا نشوف الرجال الله يكون بعونهم، فهي وين رحت، وين جيت، طلعت بعدك، أريد كذا، فتلح بهذه الاتصالات. فهنا من الضروري بأنه يا أختي يا بنتي، هاي نصيحة من أخت ومن أم، خليش رقيقة ويا زوجك، خليش متفاهمة وياه. بعض الأحيان أنت هذا مو حب، أكو بعضهم يعني يحسون بهذا حب. هذا النقطة قاعد أتكلم بها للرجل وللمرأة، هذا مو حب. أكو بعض الرجال يعني هم يتصلون أو يلحون باتصالاتهم، النسبة القليلة للرجال. وين رحتي، وين طلعتي، خصوصا إذا راحت لأهلها، ما سويتي، وين رحتي، أكلتي، شربتي، ليش أنت ما تتصل عليها على بالبيت هيجي بس من تروح لأهلها أو من تطلع. فجدا ضروري عندنا اتفاق للشريك الحياة سواء رجل أو امرأة، يكون بالاتصال ما يكون عشوائي، يكون أكو اتزان. يعني أنا أشوف أكو جلسات وأكو يتكلمون نساء أو رجال بهذا المجال، صراحة يعني تضحك من هذه الإشكاليات. يعني ما خال احترام لي. بس خلينا نطلع شوية من الأجواء. يعني بس عندي سؤال هنا، شنو يعني مثلا إذا أريد أجيب هذا السؤال، ليش دائما البدايات تكون حلوة؟ يعني بدايات العلاقة. حلو، سؤال كلش حلو. إذا وصلتوا لهنا اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الإشعارات حتى تتابعون التكملة الأسبوع الجاي. أما الأشخاص اللي ما وصلوا لهنا فحتى نحكي ما راح يسمعوني. يلا سيمان الله.